تكيسات المبيض دي من المتلازمات المنتشرة جدا عندنا بين البنات كتير جدا وسيدات كتير، خصوصا مقبلين على الزواج او في سن الزواج. وهي حاجة بتقلق كتير جدا من البنات. هي حاجة مش صعبة، علاجها مش صعب، وحالة ما تقلقش خالص. خلينا نقسم الموضوع الاول عن اعراض تكيسات على المبيض وازاي نعرفها، وازاي البنت او السيدة تبتدي تشك ان هي عندها تكيسات على المبيض. نبص بعد كده على اسباب، نبص في الاخر على طرق العلاج. ايه اللي ممكن يسبب التكيسات اللي على المبيض؟ عندنا حاجات كتير. يمكن اكتر حاجة النهاردة منتشرة والابحاث بتشير اليها حاجة اسمها مقاومة انسولين. ايه هي مقاومة الانسولين؟ مقاومة الانسولين معناها انه الجسم بينتج انسولين كتير، لكن الجسم ما بيستخدمهوش بصورة صحيحة، فده بيؤدي الى خلل في التبويض، بيؤدي الى زيادة في نسبة الدهون اللي موجودة في الجسم. نسبة الدهون لما بتزيد برضو بتوصلنا لمرحلة التكيسات نتيجة ارتفاع هرمونات الذكورة في الجسم. ايه السبب التاني اللي ممكن يؤدي الى التكيسات او الخلل في عمل المبيض؟ هو خلل اللي بيحصل في الهرمونات نتيجة ارتفاع هرمونات الذكورة في الجسم. احنا كلنا عارفين انه جسم السيدة بيبقى فيه هرمونات الانوثة، الاستروجين والبروجستيرون بتبقى طاغية عليها، لكن بيطلع في جسمها جزء من هرمونات الذكورة بشكل بسيط. لما بيبتدي النسبة دي يحصل فيها خلل وهرمونات الانوثة تعلى، هرمونات الذكورة تعلى، يبقى المبيض وظيفته بتبتدي تختل ويبتدي التبويض يتوقف. ايه تاني من الاسباب اللي ممكن تؤدي الى تكيسات المبايض؟ بعض الدراسات بتقول ان الموضوع بيبقى وراثي، انه لو في العيلة الام والخالة والجدة كان عندهم تكيسات، ده معناه ان هي هتنتقل للبنات ومنها لبناتهم كمان. ايه الاعراض اللي ممكن تخلينا نشك في وجود تكيسات على المبيض؟ اهم حاجة واكتر حاجة بتخلي البنت حتى وهي سنها صغير مامتها تاخدها لطبيب النساء هو الخلل في الدورة الشهرية، وده اكتر عرض بيبان في حالات التكيسات اللي على المبيض. طبعا مش لازم لو حالة عندها تكيسات يبقى عندها خلل في الدورة الشهرية، مش لازم كل اللي عندهم تكيسات يبقى عندهم نفس الخلل. بعض ساعات الدورة بتبقى منتظمة بس البنت عندها تكيسات، بعض ساعات التكيسات بتخلي الدورة تتأخر 3-4 ايام او اسبوع او 10 ايام، بعض ساعات التكيسات دي بتخلي الدورة الشهرية ما تجيش خالص للبنت، او ممكن تجي لها مرة في السنة. وده اكتر سبب بنواجهه، وده اكتر سبب بيخلي البنات تلجأ لطبيب النساء عشان تشوف ايه المشكلة. الحاجة التانية برضو اللي منتشرة وبتخلي الناس لما تشوفها تحس ان دي علامة ان هي لازم تروح للدكتور، هو ظهور الشعر في اماكن غير مرغوب فيها. ظهور شعر يعني ظهور شعر تقيل، وده بيبقى نتيجة خلل في الهرمونات وارتفاع هرمون الذكورة اللي بيخلي انه الشعر التقيل ده يظهر في اماكن مش المفروض يظهر فيها، زي في الوجه، في الدقن، في الثدي، في البطن. كل دي اماكن المفروض عند البنات ما بيطلعش فيها شعر تقيل. اول ما بيبتدوا يلاحظوا وجود شعر تقيل وطويل في الاماكن دي زي شعر الدقن عند الرجال، ده بيخليهم يلجأوا على طول للاطباء عشان يعرفوا السبب. حاجة تانية ممكن تبقى مؤثرة وهي السمنة. السمنة الشديدة بتخلي انه هرمون التستوستيرون يعلى في الجسم ويحصل مقاومة الانسولين، وبالتالي يبتدي يعمل خلل في المبيض وتوقف عن التبويض. والعكس تماما، لو برضو السيدة كان عندها تكيسات على المبيض، ده بيقلل من سرعة حرق الدهون في جسمها، فبالتالي بتبتدي وزنها يزيد، الدهون اللي تحت الجلد تبتدي تزيد خصوصا في منطقة البطن وما تعرفش تخسرها بسهولة. طب ازاي هنتعامل مع وضع زي ده؟ ازاي هنتعامل مع فكرة وجود تكيسات على المبيض؟ انا احب بس اقول للناس انه مفيش داعي ان هم يقلقوا، هي حاجة مش خطر وحاجة ما تخوفش، وعندنا طرق كتير للتعامل معاها. طبعا بتختلف الطرق دي على حسب لو هي بنت لسه لم يتم الزواج بالنسبة لها، او هي بنت تزوجت وبتحاول ان هي تخلف. لو في مرحلة قبل الزواج، كل اللي يهمها ان دورتها الشهرية تبقى منتظمة، ده الهدف بتاعنا ان احنا نديها علاج ينظم الدورة الشهرية. لو هي عايزة تخلف بنديها محفزات للتبويض. لكن قبل ما بنبدأ في مرحلة العلاج عندنا بعض الحاجات ممكن نعملها الطبيعية اللي تحاول تساعد الجسم انه يتخلص من هذه المتلازمة، زي ان احنا ننظم اكلنا، نبتدي ناكل اكل صحي، حاجة مناسبة لحالة التكيسات اللي عندنا، نبتدي نعمل بعض المجهود والرياضة سواء كانت المشي او السباحة او رياضة اقوى شوية زي بناء العضلات. الحاجات دي بتساعد جدا ان احنا نبتدي نقلل من الخلل الهرموني اللي موجود في الجسم.
حاجة مهمة تانية طبعا بالنسبة للحالات اللي عندهم تكيسات وعندهم سمنة، ان احنا نحاول ننزل في وزننا على قد ما نقدر. كتير قوي من البنات اللي عندهم سمنة لما وزنهم بيبتدي ينزل تبتدي الدورة الشهرية تنتظم ويبتدي التبويض بتاعهم ينتظم. بعد ما عملنا الحاجات دي لو لسه عندنا المشكلة بنبتدي نلجأ للعلاج، سواء كان علاج منظم للدورة الشهرية في حالة البنات او علاج محفز للتبويض وللمبيض في حالة البنات اللي بيحاولوا يحصل لهم حمل. بنبتدي بالاول بادويه بسيطه زي الاقراص المحفزه للمبيض، ونبتدي نتابع ونشوف هل بتستجيب ولا ما بتستجيبش. لو ما بتستجيبش بنبتدي نزود هرمون مختلف ونديه حقن نحاول ننشط المبيض بصوره اقوى شويه، لكن مش بصوره قويه جدا، لانه في الاخر في حالات الحمل الطبيعي ما بيبقاش هدفنا ان احنا نطلع اكتر من بويضتين او 3 في الشهر عشان نحاول انه يحصل حمل. بعض حالات برضو من التكيسات الشديدة ما بتستجبش للتنشيط بالاسلوب ده، وساعتها ده بيضطرنا نلجأ لحل جديد خالص او حل مختلف خالص، وهو ان احنا نلجأ لوسائل الاخصاب المساعد زي الحقن المجهري. ليه بنلجأ للحقن المجهري في حالات التكيسات؟ عشان في حالات بتضطر تستجيب لجرعات عالية جدا من التنشيط، وده بيحفز المبيض ان هو يطلع عدد كبير جدا من البويضات 10 او 15 بويضة، وفي الحالات دي احنا ما بنقدرش نترك الموضوع للحمل الطبيعي، لانه ده ممكن يؤدي لمضاعفات شديدة جدا زي ان هي تحمل في اكتر من 3 او 4 اجنة، ان هي يحصل لها حاجة اسمها فرط تنشيط لما تحمل، وده يبتدي يعمل لها اعراض شديدة جدا ممكن تؤدي لدخولها المستشفى والعناية المركزة. فاحنا في الحالات اللي بيحصل لها استجابة قوية جدا للتنشيط بنفضل ان احنا نسحب البويضات دي كلها، نخصب البويضات في المعمل ونجمد الاجنة، نستنى شهرين او 3 لغاية لما المبيض يرجع لطبيعته تماما ونبتدي ننقل الاجنة دي. في كان حل زمان الناس بتلجأ له، النهارده بقى حل نادر جدا، وحاجة حاجة اسمها كي المبيض. كنا زمان الاطباء بيلجأوا لعمليه جراحيه بالمنظار، ان هو يخش بالمنظار ويبتدي يثقب المبيض بآلة معينه كده بتكوي مكانها، بحيث ان هو يقلل شويه من عدد التكيسات اللي موجود في المبيض ويبتدي المبيض يشتغل بعد كده. ليه ما بقيناش بنلجأ ليها؟ لانه في حالات كتير جدا موضوع كي المبيض ده بيبتدي يقلل المخزون اللي موجود فيه، فده بقى حل نادر وبيستخدم في حالات قليلة جدا ما بتستجبش للعلاج نهائيا. اتمنى ان احنا نكون استفدنا شوية من المعلومات دي، اتمنى ان احنا ما نقلقش من كلمة انت عندك تكيسات. حتى لو عندك تكيسات الموضوع ان شاء الله ليه حل ممكن نصلحه. لو عايزين نعرف تفاصيل اكتر هنبعت رسالة للعيادة وهنتواصل معاكم ونشرح لكم كل حاجة عن حالتكم.